تعرفوا إن في حاكم في مصر مات بسبب الإسهال؟ الظاهر بيبرس، أو زي ما أطلق عليه الظاهر ركن الدين بيبرس البندقداري، من المماليك الصالحية، وده نسبة للسلطان الصالح أيوب. بيبرس كان عنده عداوة مع أمير من الأمراء اسمه الأمير القاهر الأيوب، واللي قرر إن هو يصالح معاه وهيعزمه في البيت عنده. مش كده وبس، لأ، ده هيقدم له شراب لبن الخيل. لكن اللي ما يعرفوش الأمير القاهر إن بيبرس ما كانش هيتصالح معاه، لأ، ده كان بيقدم له السم في الشراب بتاع لبن الخيل. ولكن لسوء حظ بيبرس الكفات اتغيروا وبيبرس شرب السم. سنة 1277 ميلادي كان وقتها التتار بيجتاحوا بلاد المسلمين، وجيش بيبرس كان بيتصدى لهم وهو على رأسهم. وفي وقت ما الجيش كان متمركز في حلب، بيبرس كان بيعاني لسه من آثار السم اللي بقت آثار مزمنة من الإسهال والجفاف، وحس إن هو مش هيكمل. استدعى صديقه المقرب قلاوون علشان يوصيه بمين هيمسك الحكم من بعده. قلاوون فعلا نصب محمد بركة خان الحكم لفترة، بعد كده شاله وحط أخوه اللي كان مجرد طفل صغير، وفضل يتحكم فيه لحد ما عزله ومسك هو الحكم. وبدأ حكم عائلة قلاوون، واللي كانت أشهر وأقوى عائلة حكمت مصر في العصر المملوكي.